يا ست البنات يا سكر الدنيا، جربتي قبل كده تمثلي انك سعيدة؟ جربيها واتحداكي انك هتبقي سعيدة من غير ما تحسي. هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وده فيديو جديد من سلسلة مفاتيح السعادة. مثلي السعادة وخليكي مبتسمة على طول، ما تسيبيش نفسك دقيقة واحدة وانتي مكشرة وعاملة 111 كده ومتضايقة. لو لقيتي نفسك هتتنكدي وتتعصبي استهدي بالله وقولي استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله. كده قولي لا، انا سعيدة ومبسوطة وراضية ومتفائلة وعندي حسن ظن يا رب بيك كبير، وعارفة ان كل حاجة من عندك كله خير، واي حاجة هتحصل لي سواء حلوة او وحشة فهي من عندك يا رب. فالحمد لله على كل حاجة بتحصل في حياتي. هتلاقي نفسك بتبتسمي لوحدك وهتطمني بمجرد ما بتقولي الكلام ده. انا راضية، انا سعيدة، الحمد لله، انا احسن من غيري كتير، انا مبسوطة من جوايا ومن قلبي. حتى لو ما كانتش دي الحقيقة، حتى لو بتقولي كلام عكس اللي انت حاسة بيه، بس جربي تقولي الكلام ده حتى لو انت مش حاساه. هتلاقي نفسك بتبتسمي، هتلاقي نفسك يعني قلبك هادي كده وصافي. بصي لنفسك في المراية وانت بتبتسمي. يمكن في الاول الابتسامة مش هتكون من القلب وهتحسيها صفرة كده، بس لما تركزي هتلاقي نفسك بتضحكي بجد من قلبك. العادة والتكرار ومجاهدة النفس هتساعدك جدا. في مثل انجليزي اسمه fake it till you make it، يعني تصنعي الحاجة اللي انت عايزة تعمليها دي لغاية لما تعمليها وتبقى جزء منك وجزء من شخصيتك. مثلي السعادة لحد لما تبقي سعيدة بجد. زي ما في حديث هو يعني مش صحيح قوي، يعني عليه اختلافات، في ناس بتقول ان هو صحيح وفي ناس بتقول ان هو لا، بس احنا هنقوله وانا مش عارفة ما مدى صحته. يعني انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني ان انت عايز علم اتعلم كتير، عايز صبر اصبر كتير، يعني كل ما تعمل الحاجة هتكتسبها. ده يمشي كل حاجة في حياتنا. أي حاجة بنجاهد نفسنا فيها وبنضغط على نفسنا شوية لحد ما نتعود عليها، بنلاقي نفسنا فعلا اتعودنا عليها والموضوع ما بقاش صعب زي الأول. هي مرحلة فيها مجاهدة للنفس وصبر ومعافرة، وبعد كده هتبقى عادة وهتبقى حاجة خلاص انت بتعمليها لا إرادية كده، خلاص بيبقى الموضوع بالنسبة لك جزء من شخصيتك. فليه النكد؟ هل الدنيا مستاهلة؟ لا مش مستاهلة. قرري من النهاردة ان مفيش اي حاجة في الدنيا هتنكد عليكي، لان ممكن يحصل يعني ايا كان ايه اللي هيحصل فده ابتلاء من ربنا في الاول وفي الاخر، وهيجيله وقت وينتهي. وربنا بيختبرك، بيختبر بقى صبرك، بيختبر قوة ايمانك، بيختبر ضعفك، بس في الاول في الاخر هي حاجة هتقعد لها فترة وهتقف هتنتهي. فمفيش حاجة مستمرة للأبد، مفيش زعل مستمر للأبد. تخيلي النهاردة آخر يوم في عمرك، هتلاقي إن 99% من الحاجات اللي انتي شايلة همها ومنكدة على نفسك وعلى اللي حواليكي بسببها ولا ليها أي لازمة، ومش هتشغل تفكيرك ولا هيبقى ليها أي فارق في دماغك خالص. لو اديتي نفسك فرصة انك عارفة انك بعد 24 ساعة خلاص هتموتي، خلاص حياتك هتنتهي، مش هتبقي موجودة خلاص في الدنيا. لا هيفرق معاكي بقى لا فلوس ولا اولاد ولا جوزك ولا بيتك ولا لبسك ولا اي حاجة ولا شغلك ولا اي حاجة. كل اللي انت هتملكيه ده مش هيبقى بتاعك اصلا، مش هيبقى معاكي اصلا. كل اللي انت هتفكري فيه ان انت عايزة تعملي لاخرتك. هتفكري طب انا عملت ايه صح، طب انا عملت ايه غلط. هتفكري في أذكارك، في صلاتك، في تسبيحك، في صدقاتك. ساعتها الابتلاءات أو المشكلة اللي انت فيها أو الأزمة المادية أو الأزمة النفسية أو مشكلتك مع سلفتك مع قرايبك مع حماتك مع جوزك مع عيالك، كل دي مش هتبقى موجودة أصلا، مش هيبقى ليها أي لازمة ومش هيبقى ليها فارق ولا أي حاجة خالص، ولا هتبقى في دماغك، مش هتفرق معاكي. بالراحة على نفسك كده وما تنكديش على نفسك، وكل اللي انت فيه ده فترة وهتعدي، وحاولي تحلي مشاكلك لو في مشاكل بطريقة هادية وبسيطة، ولو في ابتلاء اصبري عليه وادعي ربنا كتير وان شاء الله ربنا هيفك هذا الابتلاء. قولي لا حول ولا قوة الا بالله. لو حد ظلمك قولي حسبي الله ونعم الوكيل.
وبس، وسيبيها على ربنا، وكما تدين تدان. والله شفتها بعيني في حاجات كتير قوي. فمثلي انك سعيدة لحد ما فعلا تبقي سعيدة. جهدي نفسك، جهدي حزنك، لان الحزن ده من اكتر الحاجات اللي بتوقفنا وبتبعدنا عن ان احنا نتقدم في حياتنا، ان احنا نعمل حاجات مفيدة في حياتنا. بتوقفك وبتخليكي واقفة مكانك ومحلك سر. فسلمي امرك لربنا، كله خير، اي حاجة خير. خدي قرار ان انتي من دلوقتي مفيش اي حاجة هتنكد عليكي، مفيش اي حاجة هتزعلك، سيبيها على ربنا وابتسمي على طول. اساسا في مشاكل ممكن تتحل بابتسامة بسيطة، بكلمة طيبة هتلاقي الموضوع اتحل. وفي حاجات والله لو شلتي الدنيا وحطيتيها وعيطتي واكتئبتي برضو مش هتتغير، خلاص ده امر ربنا وده قضاء ربنا خلاص. فاللي هيرضى هيعدي وهياخد بالاسباب وهيحسن الظن بالله ويتوكل عليه، فربنا هييسر له حياته. اللي هيوقف بقى نفسه هيفضل مكتئب ومتضايق وهينكد على نفسه عاشتها. فالحاجة اللي انا شايفاها ابتلاء دلوقتي ممكن تكون خير قدام. احنا مش فاهمين الحكمة ولا المغزى ولا الجمال من الابتلاء اللي احنا فيه دلوقتي، بس قولي لنفسك انا عندي يقين تام ان ده خير ليا، لعله خير. مفيش اي حاجة بتحصل لي غير واكيد ربنا كاتب لي وراها الخير. مفيش حاجة اسمها لي يا رب، لا، انت يا رب ولي ومدبر امري. لو احنا عارفين القدر ولو احنا اللي بنكتب الاقدار، صدقيني مش هتكتبي او مش هتعملي غير القدر اللي ربنا كاتبهولك. في مقولة مشهورة قوي لعمر بن الخطاب، قال لو عرضت الأقدار على الناس لاختار القدر الذي قدره الله له. انتي ما انتش عارفة الحكمة والمغزى والتدبير ربنا من الابتلاء اللي انتي فيه. فادعي كتير وابتسمي والموضوع كله هيتحل. سلمي أمرك لله وتوكلي على الله واحتسبي كل حاجة بإيد ربنا. فكرة التسليم وحسن الظن بالله دي من أعظم العبادات. انتي تسلمي أمرك بالله وان انتي تبقي واثقة ان ربنا الحكيم العزيز هو اللي خلقك وهو اللي هيدبر لك أمرك وهو اللي هياخد لك حقك. فخلاص انتي هتبقي مطمنة وهادية ومفيش حاجة هتزعلك ولا هتنكدك. مهما كان الابتلاء صعب، كلنا مبتلين، فلازم احنا نطمن ونهدي نفسنا كده. حتى لو الدنيا صعبة معاكي مثلي انك سعيدة، مثلي انك راضية، قولي الكلام ده كتير، لان عدم رضاكي وحزنك مش هيغير الواقع. وخليكي عارفة ان صبرك على البلاء ده انه هيدخلك الجنة. الصبر ده بتؤجري عليه أعلى أجر، فاطمعي في إن الصبر على الابتلاء ده يكون جزاؤه إنك تدخلي الجنة بدون حساب ولا سابق عذاب، وإنك تتمني في يوم إن حياتك كلها كانت ابتلاءات وصبرتي عليها، لأن ده ليه حسنات كتيرة قوي قوي. فالصبر أجره عظيم جدا جدا، إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عباد اختارهم للمؤمنين، فمن احتمل البلاء كان له بكل يوم أجر 1000 شهيد. فالصبر أجره عظيم وكبير جدا جدا جدا. انتي مش ضامنة عمرك والمكان اللي انتي قاعدة فيه كده كده هتسيبيه، فكبري دماغك بقى واللي تقدري تعديه عديه ونفضي وانبسطي. اشغلي بالك بنفسك بان انتي تكوني قريبة من ربنا اكتر، بان انتي تطوري في نفسك، بان انتي تطوري من عقلك، بان انتي تنبسطي وتعيشي سعيدة وراضية. الدنيا انا عارفة الدنيا مقرفة وكئيبة ووحشة وفي حاجات كتير مش حلوة، بس احنا ممكن نقابل الموضوع ده بطريقة كويسة، بان احنا نصبر لو في مشكلة، بان احنا نبتسم، وبان احنا نعدي اي حاجة نقدر نعديها ونعرف ان ده خير لينا. فمثلي السعادة هتساعدك جدا. حتى لو موجوعة قول يا رب أنا راضية بقضائك، يا رب توكلت عليك، احتسب أجري وثوابي عليك، راضيني يا رب، اجبر بخاطري. وقولي حسبي الله ونعم الوكيل كتير، ولا حول ولا قوة إلا بالله كتير. فمثلي السعادة عشان تقفلي أبواب الحزن. فكري نفسك إن احنا شوية وماشيين، فارضي باللي ربنا كاتبهولك وحاولي تعيشي سعيدة، او مثلي انك سعيدة حتى لو انت مش سعيدة من جواكي، وارضي بقضاء ربنا وقدره واصبري على البلاء، هتنبسطي ان شاء الله وربنا هيسعدك باذن الله. وبس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ويا رب الفيديو يأثر فيكم ويسعدكم يسعدكم ويساعدكم
ان انتوا تنبسطوا وان انتوا تعيشوا مبسوطين وراضيين وحياتكم احلى باذن الله، وده هدفي. وبس تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.